حب البنات الفيلم الأكثر رومانسية في السينما المصرية اللي قدم لنا الحب بشكل مختلف وكان حالة فريدة من نوعه وفضل عايش معانا لحد وقتنا هذا بعد أكتر من 20 سنة منذ إنتاجه. فتفتكر ليه البنات بتعشق الفيلم ده جدا وليه انت كراجل ما ينفعش تتفرج عليه أصلا؟ وهل الفيلم يستحق الضجة اللي واخدها الفترة دي ولا لأ؟ ده اللي احنا محتاجين نعرفه. فاستعد لبدء رحلتنا مع فيلم حب البنات اللي حطنا قدام تساؤلات: هل الحب علاج لجروحنا السابقة ولا دليل على إن في حاجة نقصانا؟ الفيلم اللي قدم لنا درس مهم جدا بدون وعي ومحدش أخد باله منه. فتعالوا نعرف هل كان فيلم حلو أصلا وإيه السبب اللي مخليه يتشاف لحد النهاردة، وليه مهيب النشؤاتي أكبر من كونه شخصية في فيلم، وإن منهجه وسلوكه في الحياة لابد إننا نقف قدامهم. فيلم حب البنات كما لم تراه من قبل. أكشن. 2004 السنة اللي كان فيها انتعاشة للسينما المصرية ونزل فيها أفلام كتير جدا بتتشاف لحد النهاردة، واللي منهم تيتو وفول الصين العظيم وغبي منه فيه وفيلمنا النهاردة حب البنات، واللي كان من بطولة مجموعة من الشباب زي أشرف عبد الباقي وليلى علوي وحنان ترك وحلا شيحة وأحمد عز وخالد أبو النجا. والفيلم ده كان حالة لأن المجموعة دي صعب إنها تتكرر تاني، كلهم بقوا نجوم من بعدها، بس كان في وسطهم اسم غريب، الممثل والمغني أحمد برادة، اسم أشك إنك سمعته تاني من بعدها، ولو سمعته قبلها فأكيد كنت مهتم بالرياضة، وده لأنه كان مصنف رقم 2 على العالم في رياضة الاسكواش. فإيه اللي جاب النجم الرياضي هنا؟ دي قصة غريبة هنبقى نحكيها في الآخر. واستكمالا للحالة الفريدة للفيلم، فهو كانت التجربة الأولى والأخيرة لنهاد عبد العزيز محمود في كتابة قصة الفيلم، والتجربة التانية للظاهرة تامر حبيب اللي قام بكتابة السيناريو والحوار، وهتعرف ليه في الآخر يعني بقول عليه ظاهرة. وأيضا التجربة التانية للمخرج خالد الحجر بعد غيابه 11 سنة عن السينما المصرية. قصة الفيلم بتحكي عن 3 بنات لأب واحد، ولكن كل واحدة من أم مختلفة، ندى وغادة ورؤية. الظروف بتجبرهم إنهم يعيشوا مع بعض سنة في بيت واحد تنفيذاً لوصية أبوهم عشان يقدروا من بعدها ياخدوا الميراث. وصدفة بيكون ساكن قدامهم الدكتور النفسي مهيب النشؤاتي، وشايف مهيب ده بجد بجد اوعى في حياتك تبقى زيه. بنفتتح الفيلم مع مهيب الدكتور النفسي اللي بيروح ينقل لشقة جديدة، ومنها برضه بتبقى عيادة، وهناك بيحصل أول لقاء مع جارته ندى مصطفى أبو حجر اللي بتحاول تلحق أبوها بأنبوبة أكسجين ولكنه بيموت قبل ما توصل. محامي العيلة بيجي لندى بعدها وبيقول لها إن أبوها كتب وصية وقال ما تتفتحش غير بوجود إخواتها. هما فين إخواتي؟ اللي ما في واحدة فيهم فكرت ترفع سماعة التليفون وتقولي البقية في حياتك. وبعيداً عن الاحتفاء المبالغ فيه بشخصية مهيب من قبل البنات المحبين للفيلم، تعال النهاردة نكشف الجانب الحقيقي منه وقد إيه هو كان شخصية غريبة جداً. دكتور مهيب النشؤاتي جاركم في الشقة اللي جنبيكم. انت حضرتك اتغديت؟ بجد؟ لا، اعتبري نفسك في بيتك خالص، كل براحتك يعني ترى ما خدش إذن بالدخول ومع ذلك حط نفسه، ويا أخي ما حدش عزمه وتلقاه أول واحد على ترابيزة السفرة وبقى هو اللي يعزم كمان. يعني شوف يا أخي الراجل النطع. انت بتدور على اي مبرر عشان تكرهه بيه لانك بتغير على امك منه. ونظرا لسطحية الفيلم الشديدة، فإيه يعني عندنا دكتور نفسي؟ خلاص يلا حط عقدة أديب لسيجموند فرويد كلهم الا هو. طيب يبقى احنا نتقابل يوم الخميس الساعة 4. بس انت بقيت احسن دلوقتي الحمد لله. ولزيادة الغرابة المريض قدامه في عز تدفق مشاعره وانهياره، قام مهيب قطع الجلسة معاه وقال له خلاص انت بقيت احسن. إنه لن يملأ فراغي غير حب جديد يونسني، ولكن ما يؤنس ليلي الآن شباك اللي بيطل على ندى. ومن كلام مهيب تفهم ان عنده مشاكل كتير قوي، اولهم الجوع العاطفي واللي مخليه حاسس بنقص كبير في الحب والاهتمام والتقدير سواء من نفسه او من اللي حواليه، وده اللي بيخليه يسعى بشكل مبالغ فيه لتعويض هذا النقص. الخوف بقى لا يكون عندي مرض الحب من أول نظرة. مهيب حرفيا هو الدكتور النفسي اللي عايز دكتور نفسي، وتستغرب انه بمجرد ما شاف ندى وصف مشاعره اتجاهها بالحب واجتاز حتى فكرة الإعجاب أو الإنجذاب.
المهم خلونا نروح لأول ظهور لأكتر شخصية بضان اتقدمت في السينما المصرية، غادة مصطفى أبو حجر، اللي بجد خلتنا أفكر 4 مرات في إن أقفل الفيلم وما كملوش أصلا بسببها. المهم هي المفروض شخصية البنت التومبوي، والوصف ده بيطلق على البنت اللي بتتصرف أو بتميل أو بتلبس حاجات ذكورية يعني ليه ميراث وهاخده غصب عن عين أي حد. واعرفي إن ليكي حق وحقك زيهم بالظبط، ما تخافيش انت ب100 راجل. وبالرغم من انعدام المظهر الأنوثي عندها وإن مهيب في الأول أصلا يعني كان فاكرها راجل، ولكن مهيب دايس في أي حاجة. وانت طالع انت طالعه الدور كده، ولو تحبي تستنيها عندي في العياده على ما تيجي مثلا يعني. الموضوع صعب يا جدعان بجد. يعني أول كلمة لغادة في الفيلم أصلا أختها بتسلم عليها عادي جدا. بص هي الرياكشن بتاعها عامل إزاي، يعني إيه السطحية دي وإيه الأداء ده ويعني إيه البدون ده وأنت بتتكلمي كده ليه أصلا؟ ما بتفرجش على تلفزيونات. انت معكيش حاجه تنامي بيها؟ قوم اجيب لك قميص نوم. ما بلبسش قمصان نوم، ما بنامش جنب حد. مهيب عنده تدني في احترامه لذاته بجانب الفراغ طبعا، وده اللي بيخليه بيستمتع وينغمس ويشغل نفسه في حياة الآخرين بدلا من حياته هو. ده غير فكرة إنه يتجسس ويراقب جارته من الشباك، ده فعل غير أخلاقي أصلا ومعرفش عدى كده إزاي يعني. المهم إن رؤية أختهم بترجع من لندن وبيجتمعوا عشان الوصية. أول مرة في عمركم انتوا التلاتة تبقوا مع بعض، بس أنا فكرت ولقيت إن ممكن أصلح الغلطة دي بشرط السنة دي تفضلوا عايشينها انتوا التلاتة مع بعض. أبوهم بيوصيهم إنهم يعيشوا سنة مع بعض في بيت واحد عشان يقدروا ياخدوا الميراث اللي يقدر قيمته ب15 مليون جنيه. وغادة ورؤية بيبقوا معترضين في الأول. اللي كتب الوصية دي لازم يبقى بني آدم مختل عقليا. ده انتوا الرباطية بقى انتوا الاتنين. انتوا عايزين تشككوا في الوصية؟ مفيش وصية، بس في شيء باسم ندى مصطفى عبد السلام أبو حجر. كل واحدة منهم بتقعد مع نفسها وبتفكر هتعمل ايه. ورؤية بتكلم مامتها في لندن، ومرة واحدة كده قامت مصوتة، أو مفيش داعي لإنها تصرخ يعني، لكنها يعني بنت فمش هتستغرب قوي، لحد اما تلاقي مهيب بيرن عليها الجرس وهو بالفوطة. انا جاركو في الشقه دي، انا اسف جدا، انا اصلي كنت باخد دش وفجاه سمعت صرخه جايه من هنا. هي انسه ندى مش موجوده؟ وهنا نتأكد إن مهيب سمب أو خاضع للنساء، لأنه مكرس حياته ناحيتهم وما عندوش مشكلة إن يبدو أحمق أو كلاون أو يطاردهم في سبيل إنه يلقى استحسانهم. بنكمل الأحداث وبنلاقي غادة بترجع على اسكندرية، وفجأة بتكتشف إن مامتها في حضن راجل غريب. متجوزاه من 2 سنين انت هيبقى لك حياتك وانا هبقى لوحدي. انا راجلك، مش انت اللي كنت بتقولي كده؟ وعكس ما الفيلم صور لك إن مشكلة غادة كانت في علاقتها بأبوها، فلأ يعني خليني أقولك إن الحقيقة هي كانت في طريقة تربية أمها ليها وشحنها الدائم والمستمر ليها بأفكار سامة ضد الذكور، وده اللي خلاها تخفي فطرتها وطاقتها الأنثوية وتتحلى بسمات ذكورية. مش حرام ان الواحد يدور على امان لنفسه؟ امان مع راجل؟ مش انت اللي طول عمرك بتقولي لي ان الامان في البعد عنهم؟ كمان مش مصطفى ابو حجر. انت قلت لي ان كلهم مصطفى ابو حجر. المهم إنها بترجع لبيت أبوها، ورؤية كمان بتوافق إنها تقعد السنة. وبص مهيب يعني برضه واقف بيتصنت عليهم، وحتى في المشهد اللي بعده سمع إن ندى رايحة السوبر ماركت، قام نازل معاها. اصل كنت رايح السوبر ماركت. انا كده، تعالى معايا يا اتفضل. ومن صفات السمب هي المدح المبالغ فيه والتملق للنساء. الاكل يطلع من ايديكي بالحلاوه دي تاخدي جايزه احسن نفس في الطبيخ. انا الصراحه عمري ما دقت اكل زي اكلك ابدا. الله ريش، ده انا بموت فيها. خلاص طالما بتحبها قوي كده بقى تيجي تتغدى معانا النهارده. ندى بتقابل في السوبر ماركت عمر حبيبها القديم، ودي يعني صدفة أفلام قوي. مهيب النشواتي. اهلا وسهلا، عمر عاصم. مخرج تلفزيوني كبير. بابا تعيش انت. تسمحي اجي البيت اعزيكي؟ هكلمك واجيلك. هو الغدا عندكم بيبقى الساعه كام؟ مهيب بيروح على الغدا اللي هو عزم نفسه عليه. اني موهوب في اني اسمع الناس. لا ما هو واضح اكتر مرضى نفسيين هم الدكاتره النفسيين نفسهم. وبالرغم ان مفيش ترحيب، ولكن مهيب جلده تخين فمكمل عادي. ان كل المشاكل النفسيه دي سببها حاجه واحده بس، عارفين ايه؟ قلتولي ايه؟ الحب. كل المشاكل اللي قابلتها ليها علاقه بالحب. هل فعلا كل المشاكل النفسية سببها الحب؟ بالنسبة لمهيب تيجي منه عادي، إنما في الواقع الإجابة لأ. وعموما دي مشكلة في أغلب الأفلام الرومانسية، المبالغة وتحميل الحب أكبر من حجمه، وتصويره على إنه الحل السحري والشيء اللي هيجي ينقذك ويشفي كل جروحك. وده مش حقيقي. العلاقات العاطفية
مش بتبقى بالشكل الإعجازي ده، هي بتبقى مساحة للدعم والمشاركة والنمو والتواصل الحقيقي. بنتك ما شاء الله زي القمر. ندى، بس اللي قالوا ان الحب بيجي بعد الجواز دول ما عندهمش اي فكره. ما اتغيرتيش يا ندى. ولا انت كمان. سميرة مامة غادة بتتصل على ندى عشان تطمن على بنتها. مش حكايه انك اتجوزتي وبس، انت ربيتي لها عقده من بابا وخليتيها تكرهه. ما حدش له دعوه بيا خالص. انت بتزعقي في مين كده؟ انا بقول لك ازعق زي ما انا عايزه. ندى بتقتحم عيادة مهيب، وخلال الجلسة بتحكي له عن عمر اللي كانت مخطوبة ليه، وإن علاقتهم باظت أول مرة بسبب إنه كان عايز يسافر وهي ما عرفتش تسيب مامتها عشان كانت تعبانة، ثم بعدها ب4 سنين رجعوا لبعض تاني وبرضه ما عرفتش تسيب باباها وتسافر معاه. في خلال 6 شهور بعد ما سيبنا بعض اتجوز وسافر. عمر متجوز يا مهيب، يعني ما ينفعش ان انا احس بكده، ده غلط. الحب ما فيهوش صح وغلط. ومهيب بعد ما بيعرف علاقة ندى بعمر وإن لسه عندهم مشاعر لبعض بيقرر يخرجها من الحسبة ويدخل بدلها أختها غادة بعد ما شافها بترقص. وواضح إن عمر كمان لسه بيحبها، فأنا رغم كل اللي حصل سعيد جدا لأنك كسبت صديقة جديدة. يا بختك يا عم عمر. قلبي يخفق للمرة التانية على التوالي. وبيبدأ مهيب في رحلة مطاردته لغادة اتباعا لسلوكيات شغل يا حلوة شوفيني. غادة، صدفة غريبة جدا. انا اذن حضرتك. اوكي، انا ممكن امشي معاكي، ما عنديش مانع. نوعية شغل زي شغلي، انت عارفة قاعد طول الوقت. لا مفهوم. أول ظهور لشخصية حازم اللي اتقدم على إنه بطل في الرماية وبيلتقي بغادة، ثم بمرور الأحداث هيكتشف إنها معيدة في جامعته. وعلاقة عمر بندى بتتطور ومش بيقدروا يحافظوا على فكرة إنهم يرجعوا يبقوا صحاب بس. المهم في يوم ندى وإخواتها قرروا يدهنوا الشقة. يعني بجد يعني مش قادر استحمل مهيب وهو بيأشرف عبد الباقي، وايه النظرة دي بجد؟ يعني ايه ده؟ ومع ذلك راح يساعدهم في دهان الشقة. تفهمش اصلا يعني هو قاعد وسطهم كده ليه ولا تحت مسمى ايه، بس هو قاعد لازق لهم. يا جدعان بجد كمية بلاهة وسذاجة يعني لا تطاق. صباح الخير. مش معقولة الصدف دي بقى. ايه مش رايح النادي ولا ايه؟ لا. ليه؟ بص البجاحة، يعني اللي هو انت مش رايحة النادي ليه؟ يعني انا قلت ضحك اصلا من ردة فعله. انا وامها اتفقنا على الطلاق. ايه اللي حصل؟ يا ندى انا سايب البيت بقالي 7 اشهر، فاهمه يعني ايه؟ ولا تكونيش فاكره بقى ان ظهورك في حياتي هو سبب الطلاق ده؟ احنا اصحابه بس. انت كدابه. مهيب اخيرا بيدي حتة اثبات انه بقى ايه يعني دكتور نفسي. الدنيا ما فيهاش امان يا ندى، مش كده؟ امان؟ احنا شخصيا ما اعرفش حد متجوز ومخلص 100%. وعشان كده جالك حالة ذعر اول ما لقيت ان احتمال ان عرض عمر ده يتجدد تاني. وعموما وانت بتتفرج هتحس ان الفيلم غربي يعتبر ومش محمل بافكار مجتمعنا ومش شبهنا يعني، وهقول لك ده سببه ايه في الاخر. هتلاقي لسه الشباب زي الورد عمال تحكي عنهم بقالك ساعه، ما لقيتش فيهم ذا رايت بيرسون. وانت كمان بقى بطلي تحكي عن الليسته ديت، ناس كتير قوي ممكن تفهموا غلط يا رؤى. يعني لو قبل ما صاحبك كنت مصاحبه 3 كان زمان دلوقتي لسه بتحبيني وعايز تتجوزني؟ لا طبعا. يعني برضه بص قابل زي ده بفرق الطول اللي بينهم يجبرك ما تاخدش الفيلم على محمل الجد. رؤية بتتعزم على حفلة وهناك بتتعرف على النجم السينمائي كريم الشرقاوي. عجبك؟ I love the movie. خلاص يبقى لازم تيجي تشوفي المسرحيه الجديده بقى. واختها بتقلق عليها وبتروح لها على مكان الحفلة، وبرضه مهيب معاهم. ما تفهمش ليه يعني، بص هو ما عندوش حياة. انا مش صغيره. You're not my mother. حدودك لازم تعرفيها كويس، محدش هنا واصي على حد. كنت قلقانه عليها. عايز ايه؟ عايزك في موضوع مهم. ايه اللي نزلك مع ندى لما انت شايفه ان حكايه انكم تدوروا على الرؤيه دي غلط؟ وانت مالك؟ طبعا في الحلقة دي انت ما تنتظرش مني ان اتكلم عن الاداء التمثيلي، لان اكيد مش همدح في الاداء المضحك ده. يعني ايه الموضوع اللي تخيلتي ممكن يبقى بيني وبينك غير موضوع ندى ورؤية؟ يعني معجب بيكي. انا شفتك وانت بترقصي من الشباك، بترقصي حلو. الغريب انها بعد ما عرفت ان مهيب بيتطفل عليها وبيراقبها قامت رايحه له العياده بعدها عادي جدا. هو انت شفتني بجد وانا برقص؟ بالأمارة كنت لابسة فستان شيك قوي. يعني لا بحبها ولا نيلة، هو مجرد انجذاب طبيب لحالة استفزته. المشهد الجاي مش هقولك هو الأسوأ في الفيلم، ولكنه فعلا الأصعب يا جدعان. يعني صعب، لا فعلا صعب. لو عجبك المسرحيه رؤيه تعالي الاسبوع الجاي ومعاكوا اصحابنا. مهيب الحصان بيستكمل جريه ورا غادة اللي بدأت فعلا تحكي له عن مشاكلها النفسية. بس ما هي دي المشكله، كلامي زي الدبش مع اي حد. انا اكره
بس ما تجرحش. الفكرة إن بعدها بيجي مشهد غريب ليها مع حازم. انت عارفه انك احلى بنت شفتها بتضرب نار؟ طب انت عارفه اني رحت؟ انت عارف انك اكتر واحد تطفل عليا في حياتي. اوكي. مش بس غريب إنها شايفة إن حازم متطفل ومهيب هو اللي تمام يعني، ولكن الأغرب إن شخصيتها مكتوبة بشكل ذكوري حاد ومنفر جدا، مش مدي حتى مساحة لحد إنه ينجذب ليها، ومع ذلك لك أن تتخيل إن حازم ساب صاحبته عشانها. غدا، هو كابتن حازم طالع الرحله؟ وانا عرفت هو طالع هو بغباوته الحب. وانت هتتحب امتى يا منيل؟ هنعرف بعد شوية ليه مهيب فعلا مش هيتحب، وسيبك بس من اللي حصل في آخر الفيلم عشان الحقيقة هنا، ما تقلقش. يعني ناسي معاكي ان انا فنان ونجم ومشهور وليه برستيجي. المهم إن في الرحلة دي رؤية وكريم الشرقاوي بيقربوا لبعض أكتر، وأيضا علاقة حازم بغادة بتتطور بشكل مفاجئ. الأغنية فعلا حلوة، بس بعيدا عن ده تطور علاقتهم كان سريع جدا. يعني حازم قبلها بمشهدين كان شخص متطفل على حد وصفها، ثم بعدها بيحصل مشهد رومانسي بينهم كأنهم كانوا في قصة حب من أول الفيلم. هتقولي يا عمدة طب هم عملوا كده ليه؟ أقولك عشان المشهد ده يبقى زي فيديو كليب للأغنية، حتى ولو اللي هيحصل فيه هو مش متماشي مع الأحداث أصلا. والصراحة ده اللي حصل فعلا، هو المشهد ده انتشر أكتر من الكليب الحقيقي بتاع الأغنية نفسها. طب سيبك من دول وتعالى نرجع لمهيب. صباح الخير يا اختي، اصل افندي بتاعي نزل، قلت فرصه اروق البيت. طبعا رديتي عشان مش نمرتي، انا عايزك في شغل. عازم نفسه على العشاء هنا بكره وبيقول لي الشغل. انت تتعشى معانا هنا بكره؟ لا بجد، ما ينفعش يجي هنا وانا لوحدي. لازم يبقى معاكي محرم. لا يا جدعان بجد ايه ده، مش قادر، يعني الموضوع فعلا صعب. يعني شايف مثلا اي صورة من دول، ده حرفيا بيبقى رد فعلي وانا بتفرج على المشاهد دي. بس ندى لسه بتلبس. ندى عزمتني معاك النهارده عشان اخواتها مسافرين، يعني تقدر تعتبرني كرومبا قاعده معاكوا على ترابيزه السفره. ايه انا الواحد بيتكسف لمهيب في حين ان مهيب نفسه مش مكسوف من نفسه. ساعة على الهوا مرة كل أسبوع، وكل حلقة بمنيو مختلف، والجمهور يتصل يستفسر بقى عن أي حاجة ليها علاقة بالأكل، توضيب السفرة، ما هي ندى هي اللي تعد وتقدمه. نرجع تاني لرؤية اللي علاقتها بتتدهور بكريم. ايه يا كريم؟ إيه؟ انا معجب بيكي وانت معجبه بيا، يبقى ايه المشكله؟ ايه يا كريم؟ بيرجعوا القاهرة بعدها وبيرنوا الجرس على اختهم عادي جدا، يقوم مهيب خارج قبل اختهم اصلا. يعني للأسف المؤلف حاطط مهيب في مواقف تجبرك ان انت تقف عندها. روكا انت غلطتي. لا ما غلطتش. فضلتي سهرانه معاه لوش الفجر وانت لوحدك وعارفه انه متنيل شارب. مهيب الراجل الكويس المتاح دايما، اول ما بتحصل حاجة في حياتهم كلهم بيروحوا يحكوا له، حتى بره اطار جلسة العلاج النفسي. امبارح بقى قال لي بحبك. قلتي له وانا كمان؟ ما انا بحبه يا مهيب. روحي اقعدي على مكتب، انا عايز اعترف لك على حاجه مهمه جدا. وبالنسبة لمهيب فدلوقتي جه الدور على رؤية انه يجرب يحبها هي كمان. طب تقولي ايه بقى على اللي هيموت على احساس البوي فريند اللي عنده جيرل فريند؟ ده انت؟ امال امي. فشعوري ناحية رؤية مختلف تماما، بعشق تفاصيلها. ومهيب في شغله حتى ما كانش فالح، وبيخالف وظيفة الطبيب النفسي مهنيا وأخلاقيا. فكرة إنه يحب مريضة عنده حاجة مش صح، لأن بيبقى فيه عدم توازن في القوة، لأن المريضة بتبقى في حالة ضعف وهو ليه تأثير مباشر عليها، فممكن إنه يستغلها أو يتلاعب عليها. ده غير إن حبه للمريضة يعمل تشوش ويأثر على العلاج. فرضا ماذا لو ده حصل، لأن يعني الدكاترة دول بشر برضه، بيكون الصح إنه في الحالة دي يحولها لدكتور تاني. وفعلا علاقة رؤية مع كريم بتبوظ، وكسناريو لأ، هو مفيش أي سبب واضح إن علاقتهم تبوظ، يعني بل بالعكس تحسهم لاقين على بعض، ومش منطقي اصلا ان ده يحصل عشان هي زقته في البسين. امال ليه حصل كده؟ عشان مهيب يتراضى، وان بعد كل ده يلاقي حد يحبه في الاخر. وهتفهم بعد شويه ليه المؤلف ممكن يكون عايز يراضي شخصيه هو اللي كاتبها. علاقتنا دي مش ممكن تستمر، بس الحب مش كل حاجه. انت ما حبيتينيش يا رؤية، لو فعلا حبيتيني كنت هتحسي بالحاجات اللي بتضايقني وما تعمليهاش. استكمالا للاحداث، ندى بتعمل برنامج الطبخ مع عمر وبينجح، وحازم وغادة بيقربوا لبعض اكتر، ورؤية بتبدأ تبص لمهيب أخيراً اللي لقى حد عبره. وانا كمان يا عمري بطلت احبك. انا كان عندي ازمه نفسيه، خفيت لما حبيتك. ولكن سرعان ما الدنيا بتبوظ معاهم. يبقى نتجوز بقى. انا بخاف، استحملني، المره دي انا اللي همشي. عشان كده ما عملتش عيد ميلاد، عندك حفله خاصه. خلاص يا هايدي، أنا بحبها، أنا مش مسؤول عن التصرفات الحقيرة التانية. انا معيده وانت مجرد طالب وبس.
اتفضل. بس مهيب بيقدر يساعدهم في حل مشكلتهم هما الاتنين. لو سبتي البرنامج انا هرجع اسكندريه. وانا هرجع لندن. ما سابتش البرنامج، لو قعدتوا ندى مش هتسيب البرنامج. كده بقى انتوا مش محتاجين دكتور نفساني. مهيب. وبس بيخلص الفيلم على كده. ندى واخواتها بيفتحوا مطعم استثمارا لنجاح البرنامج بتاعها، وحازم بيتجوز غادة، وعمر اتجوز ندى، ومهيب خطب رؤية. لكي لا أصاب بمرض الغيرة أنا اللي عزمته في افتتاح المحل. ويمكن دي الحاجة الوحيدة المنطقية في الفيلم، يعني إن البنت تسيب ده وتروح لكريم الشرقاوي، مع إن الفيلم حتى ما صرحش بإن ده حصل إزاي. تفتكر ليه حسينا إن الفيلم غربي وإن الأفكار اللي اتقدمت فيه غريبة ومش شبه مجتمعنا؟ ده لأن المخرج خالد الحجر سافر إنجلترا وعاش سنين كتير هناك، فلما رجع الثقافة الغربية كانت مأثرة عليه جدا، وشفنا ده من خلال الفيلم. ومن الأشياء اللي حدثت في الكواليس إن المخرج جرب كل الممثلين على كل الشخصيات بحيث إنه يقدر يختار الأنسب. يعني كان عادي تلاقي شخصية ليلى علوي بتحب خالد أبو النجا مش أحمد عز، وده أمر طبيعي إنك أثناء التصوير تفضل تجرب لحد ما توصل للأحسن. وبرضه صابر الرباعي كان مرشح للدور بدلا من أشرف عبد الباقي، ولكنه رفض الفيلم وشاف إن الدور مش مناسب ليه، والصراحة يعني أحييه على قراره. لكن في تغيير عمله مؤلف الفيلم تامر حبيب وهو مجبر عليه، ألا وهو تبديل شخصية أحمد برادة، واللي كان في الأساس يعني هيعمل شخصية كريم الشرقاوي، واللي كانت هتبقى مغني مشهور بدلا من ممثل مشهور. يعني ايه تزقني في البسين وسيبني انا عشان خاطر اشرف عبد الباقي يعني. ولكن احمد براده رفض انه يعمل الشخصيه دي. وخليني اقول لك ان للامانه هو كان معاه حق يعني، ودي نفس النقطه اللي انا كلمتك عنها من شويه، ان مش منطقي ان رؤية تسيب كريم الشرقاوي وتروح لمهيب اصلا، بس هو المؤلف عايز كده، وكمان شويه هنعرف ليه. طب هو مين اصلا احمد براده وايه اللي جابه هنا؟ براده كان ليه ستايل مميز ومكانه مرموقه، وبعد ما خلص الانتفاضه اللي عملها في رياضه الاسكواش بالنسبه لمصر وانه اضطر يوقف بسبب اصابه جات له، اتجه بعدها للغنى. انا كنت في المستشفى هناك، فانا الولد اللي جنبي كان في المستشفى، تعالى يا احمد ايه رايك لو تيجي معايا الاستوديو؟ قال لي طب ما تيجي نعمل دويتو وانت تغني بالعربي والانجليزي. وبدا فعلا مشواره الفني في فرنسا، وبدا يعمل اغاني من سنه 2002 لحد ما اسمه اتعرف تدريجيا، وجه هنا عمل اول ألبوم ليه في مصر في سنة 2004. بس انا شايف الموضوع ده هو صعب عليا، وانا بلعب كان بيجي لي افلام كتيره يعني ما عنديش موهبه التمثيل قوي يعني. وظهر في الفيلم بعد ترشيح من ليلى علوي، واللي كانت بتعلمه التمثيل على الرغم ان هو ما كانش حبه. والله جيب الصدفه كانت ليلى علوي قالت لي عاوزاك في فيلم، قلت لها لا مستحيل، فاقنعتني. وده اعتقد بسبب انه كان متعود على ردة الفعل اللحظيه، يعني في رياضه الاسكواش لو لعب لعبه حلوه هياخد التسقيف في ساعتها، كذلك لو في حفلة وبيغني. إنما في التمثيل ده ما بيحصلش غير في المسرح. وعلى العموم أغاني أحمد براده شالت الفيلم ورفعت كتير من جودته، على الرغم إن أداؤه التمثيلي لا ما كانش أحسن حاجة. وطبعا ما تنتظرش مني إن أتكلم عن براعة الأداء التمثيلي في الفيلم، مش هنضحك على بعض يعني، أغلبهم كانوا سيئين، وده مش بسبب الممثلين بس، لأ فين توجيهات المخرج؟ وبعدين إيه السيناريو اللي كاتبه المؤلف ده؟ فعلا في بعض المشاهد اللي هي لوحدها كده كويسة تجيب جدا مثلا على حالات الواتس، لكن كفيلم لأ. وإيه الشخصيات اللي مكتوبة دي برضو؟ يعني كفاية غادة لوحدها اللي خلتني أفكر 4 مرات أقفل الفيلم، كنتش قادر بصراحة بجد تنافس بقوة على أفضل شخصية في السينما المصرية. ومهيب ده يا نهار أبيض، إحنا كده كده جايين له ما تقلقش. بس من العناصر اللي كانت كويسة هي الموسيقى التصويرية لعمر خيرت، طبعا مفيش كلام. تفتكر شخصية مهيب شبه مين من الوسط الفني؟ سؤال مهم على فكرة. طب أسهلها عليك، أنا قلت اسمه في الحلقة، معاك 3 ثواني تفكر. جبتها ولا لأ؟ ها؟ أيوة تامر حبيب. اكتر شخصيه شبهي في كل اللي انا كتبته اشرف عبد الباقي في حب البنات، وحلال المشاكل. طب اقعدي فضفضي، طب وانت يا منيل مش هتتحب ولا ايه؟ فهمت ليه استغربت لما رؤية سابت كريم الشرقاوي وراحت لمهيب، وقلت لك ان ده مش منطقي، بس بالنسبة للمؤلف هي كانت محاولة لإرضاء النفس. طب المخرج بيقول ان الفيلم غير موجه وانه لكل الفئات، بعدها بأسبوعين يقول لك لاحظت ان 70% من اللي كانوا حاضرين في قاعة سينما اغلبهم بنات. طب ده ما لفتش نظرك لحاجه؟ انا حب البنات الحقيقه بنسبه 100% تحديدا من الستات والبنات اللي بسمع منهم كلمه انا لو بقلب وبلاقي حب البنات شغال اتفرج عليه. طب انا اقوم اروح يعني ولا ايه؟
يا ريته يا عم كان فيلم موجه والله للبنات، الواحد ما كانش عامل الحلقه دي. بس هل فعلا تامر حبيب وخالد الحجر ما قعدوش مع نفسهم كده مثلا وفكروا ليه ما عرفوش يستقطبوا جمهور للفيلم من الرجاله؟ ده بعيدا طبعا عن الفيلم بويز وبتوع ام جاست بوي. اصل انا طبيعي مش هحب اتفرج على شخصيه زي مهيب، راجل بلا تاثير وبلا قيمه وساذج ومتطفل، حياته متمحوره حوالين البنات وتابع وخاضع ليهم دايما في سبيل بس ان هو يحصل على نظرة منهم. السمات الذكورية مش موجودة فيه اصلا. وعلى فكرة هو عادي ان اي شخصية تتقدم في السينما، بس الفكرة كلها بتبقى في القصة والسياق اللي محطوط فيه الشخصية دي. ملقاش ان هو بيتبروز على انه الشخص الكويس اللي بيتم الاحتفاء بيه، مع ان لأ، هو سمب والثلاث بنات اللي في الفيلم استغلوه في تلبية احتياجاتهم بدون ما يقدموا له اي شيء في المقابل. بس مع ذلك اللوم عليه هو، لأنه خلى حياته مستباحة ومحطش حدود وما كانش عنده احترام لذاته، فما تتوقعش ان الناس تحترمه. فما تبقاش زي مهيب عشان في الآخر مش هتحصل على أي حاجة. يعني بعد المجهود ده كله البنات مش هتحبك برضه، وسيبك بس انهم في الآخر خلوا رؤية تحبه، لأن ده مش حقيقي وانا فهمتك اتعمل ليه. يعني حبيت على روحي، وممكن بقى يبقى مره من طرف واحد. انا لما بحب ببقى، وساعات تعملي حاجات كتير قوي وتتنازلي وحاضر مش تخلصي من ده، بالذات لما يبقى بقى جاب تعاوير كتيره. يعني السمب بيخسر نفسه وكرامته ومش بيكسب اي حاجه في المقابل، ودايما بيكون عرضه للاستغلال المادي والعاطفي، والنقص الداخلي اللي بيحاول يعوضه هيفضل موجود عادي حتى ولو قدروا انه يحصل على علاقه، لاجل انها هتبقى علاقه غير صحيه والطرف الآخر مش بيبادله نفس الاحترام ومش بيقدم له حب حقيقي. فمن الآخر خليك عكس مهيب، احترم نفسك وقدر قيمتك واشتغل على تطويرها وحط حدود، وعادي حب بس بكرامة، ما تبقاش قاعد بتقدم تنازلات وتضحيات على الفاضي، ومدي فرصة للي قدامك انه يستنزفك ويستغلك. وبس كده خلصت رحلتنا مع فيلم حب البنات، ومعاها بتنتهي حلقتنا. واتمنى طبعا اكون قدرت اضيف حاجة جديدة او الفت نظرك لشيء، رسالة، فكرة او وجهة نظر مختلفة. والاهم في الاخر هو رأيكم انتم اللي هستنى تشاركوني بيه تحت في الكومنتات. ولو حبيت الكلام وعايزه ينتشر اكتر، اعمل شير للحلقة مع صحابك ولايك واشترك وفعل زر التنبيهات عشان تشوف الحلقات الجاية. ولو عايز تعرف عني اكتر هتلاقي لينكات الانستجرام واكس وفيسبوك تحت في الديسكريبشن، تابعني هناك. وبس كده، كان معكم محمد عماد، و سلام.